صحية لذيذة مغذية. هنعملها مع بعض، صحية قوي قوي قوي. تعالوا كده نشوفوها بقى مع بعض كده. بس الاول هوريها لكم كده وندوقوها مع بعض. الوقت ده هحضر 3 بيضات وعليهم ملح ورشه فلفل اسود حلوه، وكمان هحضر طماطمتين صغيرين متقطعين سلايس او طماطمايه كبيره، وكمان فلفل متقطع، اي حاجه عندك من انواع الفلفل متقطع بالشكل ده. بعد ما اتاكدت ان الزيت سخن كويس هبدا وانزل الطماطم كاني بقليها هي والفلفل. هرش عليها رشة ملح خفيفة، وبعدين هنزل عليها بباقي الفلفل التاني، وده اختياري، وممكن احط فلفل حامي برضو ده اختياري. لو حبيتي تحطي بصل هتبقى عجة برضو ده اختياري. لو حبيتي تعمليها بسمنة فلاحي او زبدة برضو ده اختياري. برضو هرش رشة من الفلفل وبتبقى كمية بسيطة. هنا بقى هحضر معلقة من الشوفان وهنزل على الكمية بتاعتي كده بتاعت البيض، وبعدين هربه كويس لغاية ما يمتزج مع بعض، وبعدين نرجع للخليط بتاعنا اللي على النار. كل ما ربيته كويس كل ما هيدخل فيه كمية هواء كويسة. عايزة تضاعفي كمية البيض او تقلليها برضو دي مناسبة ليكي. كل ما ضاعفتي كمية البيض كل ما هيبقى ممكن تقسميها على وجبتين او يتشاركوا فيها عدد من افراد الاسرة. يلا بينا بقى على المقلاية. هرش عليها رشة ملح خفيفة، وبعدين هنزل عليها بباقي الفلفل التاني، وده اختياري، وممكن احط فلفل حامي برضو ده اختياري. لو حبيتي تحطي بصل هتبقى عجة برضو ده اختياري. لو حبيتي تعمليها بسمنة فلاحي او زبدة برضو ده اختياري. برضو هرش رشة من الفلفل وبتبقى كمية بسيطة. انا حسيت ان كمية الإدام قلت شوية، هضطر ان انا ازودها سنة صغيرة علشان كمية البيض. هبدأ اصب كمية البيض بتاعتي وهراعي ان هي تتوزع على الكمية كلها بالتساوي عشان تغطيلي العجة بتاعتي. هنا ممكن ادخلها الفرن وممكن اسيبها على البوتاجاز، بس في الوقت ده لازم اغطيها علشان الوش يستوى معايا، او ان انا اقلبها على الوجهين واغطيها واسيبها 5 دقايق على نار هاديه. وبكده نكونوا خلصنا عجتنا النهارده. بصوا تعالوا قربوا معايا، جمال جمال جمال. بصوا اللي على الوش ده زيت الزيتون لما امتزج مع بعضه وطلع فوق الوش. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميله وحلوه حلوه حلوه. الطريقه دي جميله قوي، حلوه قوي قوي قوي، مشبعه قوي قوي قوي.